السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اهلا بيكم في قناه مواهب سيارات مع وليد حسين. النهارده فيديو جديد عن اسباب التخبيط اللي ممكن تغير مساعدين بسببها ويطلع العيب مش عيب مساعدين. لو انت اول مره تتفرج معانا على القناه ما تنساش تعمل لايك واشتراك في القناه وتفعل زر الجرس ده حسيت فعلا الفيديو فادك. قلت لكم في اول الفيديو ان انت ممكن تعمل شغل كتير جدا في العفشه وتغير مساعدين وتغير مقصات ويحصل عندك بردك نفس المشكله. تبقى انت بتشتكي مثلا من عندك من التخبيط في العربيه زي العربيه دي كان فيها مشكله في التخبيط في المطبات وبتعمل تخبيط جامد جدا في الطرق المكسره وشويه تسمعهم من اليمين وشويه تسمعهم من الشمال. طبعا علشان دي عفشه متصله، تعالى قرب هنا كده. العفشه المتصله اللي هي الدونجل بيبقى الدونجل الجنبين من اول هنا كده لغايه هناك كلها حته واحده. طبعا احنا كده كنا فاكين هنفك المساعدين علشان نحط لها علاقات عشان العربيه دي لسه مركبه غاز، وقلنا نكشف على المساعدين هل الصوت ده من مساعد او مش من مساعد، لانك انت ممكن تروح عند حد ويكشف لك من غير ما يحل. وانا قلت لك قبل كده علشان تبقى متاكد مليون في الميه اللي العيب مثلا من المشكله الفلانيه يبقى لازم تحل وتتاكد منها. طبعا انا كده رغم انا كده هحل، حتى لو ما كنتش هركب علاقات كنت هحل افك المساعد. مش هقول لصاحب العربيه محتاجه مساعد كده من غير ما اكشف. طبعا لما فكيت المساعد لقيت المساعد ضغطه خفيف بس مش ما يخبطش معايا. ليه؟ لانه ما فيهوش بوش ولا القلب بتاعه بيخبط ولا في تفويته ما بين المساعد زي ما وريتكم قبل كده في مساعدين كتير جدا. وطبعا لما بصيت على المساعد وركبت العلاقه بقى قلت طب التخبيط من ايه؟ بدات اللي انا ادور وابص، اكتشفت اللي هنا قرب هنا كده وانا بهز الدونجل كده زي ما انتم شايفين الجلبه دي بتتحرك معايا. الجلبه دي انزل كده من تحت زي ما انتم شايفين كده. انا بدات احرك الدونجل بهزه بايدي، اكتشفت ان الجلبه دي زي ما قلت لكم بتتحرك. طبيعي ان الجلبه دي ما تتحركش من مكانها وتبقى الجلبه دي ثابته. اللي بيتحرك الجزء ده يبقى انا كده عندي مشكله في ايه؟ يبقى انا عندي مشكله في مسمار الدونجل ده كده سايب، وهو ده اللي مسمع معايا كمان في الجنبين. اوريكم دلوقتي وانا بعرض عليه. طبعا انا جبت المفتاح اهو زي ما انتم شايفين الدونجل سايب جدا، وهعرض عليه من هنا اهو. هعرض عليه زي ما انتم شايفين الدونجل سايب جدا. يبقى بسبب عيب بسيط جدا وبسبب مثلا اللي انا عندي مشكله في حاجه بسيطه. طبعا انا دلوقتي قربت اهو وابتدي اللي انا اهز زي ما انتم شايفين بقى الجلبه ثبتت اهي، ما بقتش تتحرك من مكانها من الدونجل بقى جامد. ده بسبب عيب بسيط جدا ممكن تغير عفشه كامله ويجي عندك الصوت زي ما هو. زي العربيه اللي احنا عملنا لكم عليها الفيديو لعيب من زي الفيديو اللي انا صورته لكم بتاع العربيه الجاكور اللي فكوا العفشه كلها من القطمه لعلبه الدركسيون لمساعدين عملوا كل حاجه لغيروا مقصات. يعني عايز اقول العربيه دي ممكن صرفت فوق ال 25000 جنيه. اخر حاجه صرفتها او صرفها صاحب العربيه كان جايب مقص استيراد عامل حوالي 2500 جنيه، مقص واحد بس. بالك بقى من فك القطمه وفك المساعدين وفك ده وغير وبدل، وبردك العيب كان موجود. بسبب ايه؟ بسبب ان الشدادات بتاعت الشاسيه زي ما قلت لكم كانت سايبه 4 مسامير بيربطوا عند التوربيتو و4 بيربطوا عند كارتيره المساعد. يبقى بسبب عيب بسيط دخلت نفسي في قصه كبيره. يبقى لازم اتاكد كويس قبل ما احل اي حاجه او قبل ما اغير اي حاجه اللي العيب منها مليون في المية. انا بتكلم هنا الناس الصناعيه وبتكلم صحاب العربيات، لان طبعا صاحب العربيه مش فاهم، فلازم اتكلم الناس الصناعيه علشان ما اتغرمش. دلوقتي قطع الغيار بقت غاليه جدا وبقت حاجه يعني صعبه، فدلوقتي الزبون بيبقى جاي عايز يعرف العيب فين بالظبط. ده فيديو جديد عن عيب بيعمل معاك مشكله وتخبيط وممكن تغير عفشه كلها بسبب عيب بسيط جدا او بسبب صاموله سايبه. شكرا لكم في قناه مواهب سيارات مع وليد حسين.